جماعة النهارده هرسم الأوضة دي كاملة، بس ربنا يستر عشان شكلي هبهدل الدنيا. وفي سلسلة الفيديوهات دي قلت هرسم السطح كله معاكم، ورسمنا أجزاء كتير وركبنا حاجات خلت السطح بقى جامد وعملي في نفس الوقت. ورحت المرسم علشان اجهز الالوان اللي هحتاجها، ودرجات الديزاين اللي مختاره صعبة شوية، فهتلاقوني بحط الوان غريبة على بعض عشان اطلع الدرجات مظبوط. وعلشان اعمل الوان قريبة من الالوان الاكليريك بكميات كبيرة علشان تكفي الجدران، بستخدم مركزات الوان وبلاستيك ابيض علشان برضو الالوان تبقى زي الدهانات بالظبط وتستحمل. وبرقم درجات الالوان على الكوبايات، وبعمل تيست برضو على ورقه وبعملها بنفس الارقام علشان يبقى سهل افرق بينهم بعدين. وكده خلصت كل الدرجات وبهدلت الدنيا خالص، بس الالوان طلعت جامده. جمعت كل الالوان في علبه وجهزت الحاجات اللي محتاجها، وطلعت السطح وهدن الاوضه كلها تاني علشان الالوان تبان على طول. نزلت بالليل عشان اخطط الديزاين بالرصاص، وطولت لدرجه ان الشمس طلعت عليا. خططت الديزاين بالرصاص وجهزت كل حاجه محتاجها، وهبدا الاول بالالوان الاساسيه والجزء اللي فوق علشان ما اوقعش حاجه على الرسم. وكنت بعمل الحدود الخارجيه الاول، وبعدها ادهن كل اللي جوه، وقلت اكمل الخط ده في الشباك وادخله معايا في الرسمه عشان كان متبهدل. وبعد كده عملت لون الخلفيه بتاعت كل الجدران، وكان هيبقى اسهل لو كنت دهنت الخلفيه كلها الاول وبعد كده خططت بالرصاص. المهم دهنت الشباك كله، وكويس اني عملت كده عشان بقى انضف وادخله في الرسمه. ورجعت بالليل كملت شويه، واليوم اللي بعده الالوان وقعت اول ما طلعت على طول، فنضفتها وعملت نفس الدرجه تاني وقعدت اكمل كل التفاصيل. وكنت برسم كل الجدران في نفس الوقت، بس على حسب الشمس موجوده فين، لان انا بادئ الجدار ده في الصيف وخلصته في الشتاء. والرسم في العادي بيطول جامد، بس الاوضه دي اكتر حاجه خدت مني وقت ومجهود، بس طلعت جامده في الاخر. وقعدت اخلص كل التفاصيل الممله اللي بتاخد وقت في الفاضي، وعلشان برضو الديزاين والفكره تبان. جهزت درجات الاحمر عشان هعمل فروع الزرع بالاحمر، بس هتبقى جامده. وكنت عايز اعمل الحتت البيضاء الاول علشان المنظر يبان وابدا اعمل التفاصيل. وفكره الاوضه دي ان عايز اعمل كل جدار بديزاين ورسمه مختلفه، بس اللي هيبص من بعيد هيلاقي كل الجدران مكمله بعض وعامله منظر اجمالي وبعد مختلف برضه. ورحت بالليل علشان اكمل رسم باقي التفاصيل، والاوضه عامه خدت مني اكتر من 5 ايام علشان تخلص. وكنت برسم بنفس الستايل اللي رسمت بيه السطح كله علشان يبقى الشكل اجمالي جامد ولايق على بعض. وطلعت اليوم اللي بعده اول ما جهزت الحاجه وبدات ارسم، الدنيا عملت معايا العوق. قعدت تمطر ساعتين تقريبا وانا اعيط على الجدار اللي هيبوظ، بس الحمد لله بعد ما خلصت كله بقى تمام، والالوان طلعت ضد الميه، حتى اللي لسه ما نشفش وما حصلوش حاجه. عملت اسود غامق، وكده بدات اعمل التفاصيل المهمه، وهرسم كل حاجه تاني بالفرشه واخطط كل الحدود الخارجيه. ونزلت فيديو على القناه ازاي عملت الاوضه دي من الاول، وكورس كامل في فيديو 8 دقايق، يا ريت تشوفوه هيعجبكم جدا بجد. عملت شويه حاجات في السريع عشان كنت رايح متاخر، وجيت اليوم اللي بعده الصبح عشان اعمل الجزء اللي بيجمع بين الجدارين. وعدلت في شويه الوان علشان كنت عايز اعمل فروع الزرع كل جزء منها في جدار عشان الرسمتين يبقوا مكملين بعض في الاخر. وبرضه رسمت تفاصيل الارض، وكنت عامل حسابي وراسم الظل الاول قبل ما اخطط بالاسود. واستنيت الجزء بتاع الزرع لما ينشف ورسمت عليه التفاصيل والظل والنور، وعشان لما ينشف تاني خططه بالاسود زي باقي الديزاين. وبرضه عملت الفستان بتاع البنت بكل درجات الاحمر اللي عملتها، ورسمت العجله والحاجات الاساسيه قبل ما المغرب يدن علشان ما بحبش التصوير بالليل. وجيت اليوم اللي بعده وانا بقيت خلاص كل ما امسك الفرشه الدنيا بتشتي، واليوم ده ما خدتش وقت كبير. اول ما بدات ارسم على طول بدات تمطر، فضلت تمطر ساعتين باعاصير والالوان وقعت وبوظان خالص. استنيت لحد ما خلصت الشتا ولا كأن حصل حاجه، وكملت التفاصيل الصغيره عشان اخطط الجدار كله. وبعدها رسمت كل حاجه تاني بالاسود، وعملت فروع الزرع برضو بعد ما نشفت علشان يبقوا ماشيين مع باقي الجدران. وعامه الجدار ده خد مني اكتر من اسبوع رسم او اكتر، بس راضي جدا عن النتيجه، وبقينا بنستغل السطح كتير بعد اللي عملناه ده. واخر حاجه قعدت اعمل شويه تفاصيل ملهاش لازمه، وهستنى الاوضه كلها لما تنشف خالص علشان اديلها كلها طبقه ورنيش مائي. وبجد عايز اعرف رايكم جدا، ونعمل ايه في السطح الفتره اللي جايه. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو كامل ازاي عملت الاوضه دي من الاول. كده النتيجه النهائيه، عايز اعرف رايكم بجد. وفولو بقى علشان نوصل مليون، ولايك لو عجبك الفيديو.